السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين. معكم سعد المصري، حصري على اليوتيوب، أستاذ الفلسفة وأخصائي علم الرفلكسولوجي والشياتسو. النهاردة إن شاء الله رب العالمين بنتكلم عن بعض التساؤلات. الناس بتبعت لي بتقول لي بره كان ابني نشط، حركته زيادة، ما بيقعدش في مكان، دايما بيعمل مشاكل، دايما بيعمل تشاجرات مع زمايله، مع اخواته، مع طبعا كل دون احنا اتكلمنا فيه في حلقات قبل كده. يا ريت الام اللي هي بعتالي عن طريق الايميل انها تحاول تبص على كل الحلقات، انا متكلم فيها عن النشاط الزايد وعلاجه ازاي، والقلق النفسي وعلاجه ازاي. طبعا زي ما حضراتكم شايفين انا بصور هنا في حديقه جميله جدا لازهر بارك وطبعا فيها مالها هي خاصه بالاطفال، فيها حاجات جميله جدا جدا ما شاء الله. ويمكن اخترت المكان هنا لانه مناسب للموضوع اللي انا هتكلم فيه. يعني نعم، الواحد بيتعب جدا في اختيار الاماكن اللي هيصور فيها، ولكن هذه صدقه جاريه لامي الله يرحمها، فلازم الواحد يتعب عشان ياخد ثواب بره كويس. يعني ان شاء الله ربنا يتقبل منا ومنكم، امين يا رب. طبعا زي ما انت حضرتك عارفه لكل ام ان ابننا ده جواه طاقات، في نشاط، في حيويه. انا لازم ان انا استثمر كل هذا النشاط وكل هذه الحيويه. طيب اعمل ايه؟ لازم المكان اللي انا هوديه، سواء كانت المدرسة أو كانت الحضانة في الجيش أو كلام ده كله، بجانب الوسائل التعليمية لابد أن يكون هناك وسائل ترفيهية من ألعاب، مراجيح، حدائق. الحاجات دي مهمة جدا ان يطلع الطفل فيها طاقته. لو احنا في الصيف يخليه يشارك في نادي، يلعب في سباحة، يلعب جري، يلعب ألعاب. يعني كل الحاجات دي هي مهمة جدا جدا للطفل بتاعي، سواء كان بيلعب حتى فنون قتالية، كاراتيه، كونغ فو، فول اتاك، اي لعبة من هذه الالعاب، بحيث انها تطلع كل الطاقة اللي عنده. فبدل ما احنا نطلعها بطاقة سلبية ونقعد نشتكي من الطفل وانه ما بيسمعش الكلام، انه كذا انه كذا انه كذا، لا، احنا ممكن بطريقة لذيذة جدا في رياضة، في لعب، نقدر نطلع هذه الطاقة. يروح البيت يا دوبك بياكل وبهدوء وبحنية وشعور بالاطمئنان، ينام ويسعد في حياته، مش هيكون في عنده اي اضطرابات. طبعا لازم نطول بالنا على اطفالنا. انتوا عارفين طبعا الاطفال دول يعني هم احسن حاجة في الدنيا، يعني هم قرة العين، زي ما بنتي ملك كده قرة عيني وحياتي، يعني حياة قلبي. ولكن دون المبالغة في الحب الزائد، عشان ده ما يديش النتيجة عكسية. وان لازم احط ايدي على النقاط الضعف عند الطفل واحاول ان انا اقويها واعمل عملية تعديل سلوك لهذا الطفل. فده مهم جدا جدا ان انا لازم اخد بالي من تصرفات الابن، من تلفظاته، من افكاره. هل انطوائي؟ هل اجتماعي؟ هل هو شخص قيادي ولا لا؟ لان الشخص القيادي هو اكتر ناس بيشتكوا منه، يقول لي ابني هو عايز يعمل كذا بنفسه، هو كذا. خليه يا ستي يعتمد على نفسه، حسسيه ان هو قائد في بيته. طب انا هعرف اذا كان قائد ازاي؟ شوفيه وهو بيلعب مع اطفاله، دايما كده هتلاقيه هو القائد حتى مع الولاد. يلا بينا نلعب، يلا نروح مش عارف نعمل ايه، يلا نركب المرجحة دي، وهو اللي بيقترح وهو اللي بيمشيهم. ده الشخص القيادي، طبيعته قيادي. وهتلاقي يا اما انت قيادية يا ابو قيادي، يعني الموضوع مش جابه من بره. فالشخص القيادي ده اديله مهام في البيت ان هو يعملها، وتأكدي 1,000,000% انه هيحاول انه يثبت انه شخص قيادي، شخص يعتمد عليه، وهيعملها لك 100%. ده الشخص القيادي. طلع طاقته بطريقة ايجابية وليس بطريقة سلبية، ان البخه، اتلفظ بالفاظ مش كويسة ليه، او الكلام ده كله، هذا لا يليق. وفي الاخر بنشتكي ان الولد طويل اللسان، الولد بيشتم، الولد هيجيبه منين؟ خلينا صراحة مع بعض، هيجيبوا منين؟ فلازم احنا ناخد بالنا من تصرفاتنا، من سلوكياتنا. دايما بيقول له واحدة كانت بتقول لي ده ولادنا اللي بيعلمونا الادب. والله دي حقيقة صدقت هذه المقولة، ان ولادنا هم اللي بيخلونا غصب عننا نعمل قيود في تصرفاتنا وسلوكياتنا. ما نحاولش نتشاجر ما بين الوالد، بين وبين الام قدام الاطفال، لان كل ده بيأثر معايا تأثير سلبي. كان معكم سعد المصري، معالج رفلكسولوجي وشياسو واستاذ علم النفس. للتواصل معايا رجاء الاتصال بيا على 012 36 90 535 او عن طريق الايميل سعد_، استاذ اونلاين @yahoo.com. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وسوكم تلعبوا في حديقة لازر بارك.